المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية. دعوة لمكافحة العادات الضارة بالمرأة. رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب يعقد سيمينارا في السويد. خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي. معطل 13 شخصا على الأقل في زلزال أفغانستان وباكستان. وتدريبات كوريا الجنوبية أمريكية هي الأكبر على الإطلاق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى وفد إريتريا عالي المستوى الذي يضم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس أفورقيا السيد يمان جبراب بوزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف في مدينة سوتشي، وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وحول العلاقات الثنائية أجرى الجانبان مباحثات بناءة في الخطوات الملموسة التي تتخذ للدفع بالتعاون السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والثقافي والعسكري والفني. وأكد وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف في المؤتمر الصحفي تقارب وجهات نظر الدولتان في مختلف القضايا. وأكد السيد عثمان صالح مجددا موقف إريتريا المبدئي المستقل بشأن الحرب الهادفة إلى تدمير روسيا بذريعة أوكرانيا والذي جعلت أوكرانيا وشعبها ضحية، وكذلك الحراك الجاري لعرقلة تقدم الصين باتخاذ تايوان ذريعة واستخدام كل الوسائل بما في ذلك الصدام العنيف. دعا أطباء مركز الناسور في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي لوضع حد لزواج القاصرات وختان الإناث بهدف مكافحة مرض الناسور. وأوضح إخصائي الولادة والنساء في المركز الدكتور هبتي هيل ملكوت لدى لقائه ممثلات الاتحاد الوطني للمرأة وإدارة مديرية جندع بأن 57 من المرأة المصابة بالناسور تزوجن في أعمار صغيرة، ويتسبب المرض إلى جانب المصاعب الصحية في ضغوطات نفسية والنبذ الاجتماعي. وحث لاتخاذ إجراءات جادة من أجل محاربة زواج القاصرات وختان الإناث، داعيا لتعاون الجهات المختصة بهدف حصول المرأة المصابة بالناسور والتي لم تستطع القدوم إلى المستشفى نتيجة الضغوطات الاجتماعية وتدني الوعي الصحي للتوجه إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الصحية. وقدمت الزائرات دعما بمواد النظافة والمواد الاستهلاكية. من ناحية ثانية قدم دعم الذرة ل 15 امرأة محتاجة في ضاحية كدو فلاسة في مدينة مندفرة بتعاون مكتب الاتحاد الوطني للمرأة والشعب، كما قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية الدخالة الذرة وزيت الطماطم ل 22 امرأة محتاجة. تلقى 385 شابا من مديريات سلعة ولقعنسبة ومقولو في إقليم القشبركة دورات تدريبية مهنية. وتدربت 68 امرأة من مديريتي لقعنسبة ومقولو في تصفيف الشعر والشباب في مديريات مقولو وسلعة في الإسعافات الأولية والإدارة والقيادة. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مراسم التخريج السيد صالح أحمد دين، وكذلك مسؤول الشؤون التنظيمية والسياسية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القشبركة السيد ماريقوس غرماسين، أوضح أن الدورات التدريبية تعكس الجهود الجارية لتقوية تنظيم الشباب في المناطق النائية. عقد رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد في الساهية ميكائيل سيمينارات في المدن السويدية للأعضاء والمواطنين المحسنين. وتحدث السيد في الساهية في السيمينار بإسهاب عن خلفية وتأسيس وأهداف ورسالة الجمعية خلال سنوات الاستقلال 30 الماضية والبرامج الكبيرة التي نفذتها ورعاية معاقي الحرب والتحديات.
وأوضح الأعمال التي نفذتها الجمعية المتمثلة في تقديم خدمات صحية وإرشادية للأعضاء ودعمهم بالأطراف للتقليل من أضرار الإعاقة والسعي إلى تمكينهم عبر الاعتماد على ذاتهم ودعم الأكثر تضررا ماديا وعينيا وتوسيع خدمات القروض وإجراء دراسات بحثية للتعرف على كبار السن وصعوبة الإعاقة وبحث آليات حلول مناسبة لها. وأشاد بالمساعدات المقدمة من فروع الجمعية في الخارج مشيرا إلى توزيع العكازات وأسرة المعاقين وعربات الدفع والمراتب والنظارات الطبية وغيرها المرسلة عبر فرعي السويد وشتوتغارد الألمانية. وذكر أن الجمعية صرفت أكثر من 30 ملايين نافة ل 129 معاقا تم تأهيلهم مسبقا بالضأن والماعز والدواجن والتجارة والزراعة المروية وغيرها، و5.4 مليون نافة ل 378 معاقا يغطنون في البلدات والمناطق البعيدة بشكل القروض المصغرة والادخار، مما حقق ذلك نتائج مرضية ومشجعة. وقال إن الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب حصلت عبر بالتوك على مساعدات من الفروع وأعضاء الجاليات الإريترية في الخارج والمواطنين المحسنين بلغت مجملها 922,350 دولار و11,258 يورو و32,695 جنيه استرليني و90,000 كرونر و81,482 نافة. ولا سيما مساهمة الفروع المؤسس حديثا في بريطانيا وشمال أيرلندا البالغة 50,000 جنيه استرليني. وذكر المشاركون أن مساعدة المناضلين الذين تعرضوا للإعاقة تضحية للوطن والمواطن مسؤولية وطنية، متعهدين لمواصلة الدعم بقوة. شهدت مديرية الضايح توزيع مساعدات مالية لرعايات الأسر المحتاجة وتكريم 36 طالبة مميزة، ووزع مبلغ مالي قدره 120,000 نافة على المحتاجات في 21 ضاحية، وقد تم جمعه بمناسبة 8 مارس. وقالت مسؤولة المرأة في المديرية السيدة ترحاس أو علوم أن تقديم المساعدة والتعاون من القيم الإريترية السامحة مشيدة بالخطوات المتخذة. ودعا المدير التنفيذي لمديرية الضايح السيدة كيروس قبر مريم القيام بأعمال جادة فيما يتعلق بالبرنامج الذي يرفع المعنويات. في غضون ذلك كرم مكتب التعليم في المديرية 36 طالبة مميزة أحرزن نقاطا عالية أكثر من 90% في النصف الأول من العام الدراسي 2022-2023. نظم لقاء لتداول قضية المعاقين ذهنيا وجسديا في 12 من مارس في مديرية تسني. وقال المدير التنفيذي لفرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية السيد نقاش آدم أن رسالة الجمعية هي العمل بالتركيز على الإعاقات التي تضر المواطنين المصابين بالإعاقة الذهنية والجسدية وتحسين مفاهيم وإدراك المجتمع وتأمين حقوقهم. وأوضح بأن تقديم الرعاية والعناية اللازمة للمعاقين ذهنيا وجسديا تسهم في تطوير ذاتهم والمساهمة في أوساط المجتمع، لذلك لا تترك قضيتهم للجمعية فقط بل تخص كافة أفراد المجتمع. وناشدت عضو الجمعية السيدة ست جابر الدفع بقوة لتوسيع حملات التوعية الجارية لتغيير مفاهيم المجتمع وفعاليات تبادل الأفكار بين الآباء، وانتشار مدارس تقدم التعليم الأكاديمي بمراعاة المصابين بالإعاقة الذهنية والجسدية في كافة المناطق. وأشار مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد إفريم أسفاو إلى أن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ظلت تعمل مانحة الضغوطات الاجتماعية الناجمة عن الإعاقة الذهنية والجسدية اهتماما أكبر، داعيا لتعزيز دور المدراء بهدف إنجاز أعمال فعالة في هذا الشأن. يضم فرع الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية في مديرية تسني الذي تأسس عام 2018 يضم 147 عضوا. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلا عن مصدر عسكري بتعرض مطار حلب الدولي في شمال غرب سوريا لهجوم إسرائيلي هو الثاني خلال الشهر، ما أدى لأضرار مادية. وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب خلال شهر مارس بعد قصف طاله في 7 من الشهر الجاري، ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعد ما كان وجهة رئيسية لطائرات المساعدات التي تصل سوريا منذ الزلزال المدمر. من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات إسرائيلية استهدفت حرم مطار حلب الدولي ومستودع أسلحة تابع للميليشيات الإيرانية في محيط المطار، ما أدى لتدميره بالكامل. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة. لقي 13 شخصا على الأقل حتفهم في أفغانستان وباكستان إثر زلزال قوي شعر به السكان على بعد آلاف الكيلومترات، لكن المنطقة تفادت على ما يبدو كارثة بشرية كبيرة يمكن أن تنجم عن زلزال بهذه الشدة. وحدد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.5 درجات في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من بلدة جرم الحدودية مع باكستان وطاجكستان، فيما بلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وضرب الزلزال كابول واستمر لأكثر من 30 ثانية، وشعر به السكان من وسط آسيا إلى نيودلهي بالهند على بعد أكثر من 2000 كيلومتر. وأفاد مراسل وكالة فرانس براس في مدينة روانبندي الباكستانية أن السكان هربوا من منازلهم. ستجري القوات الكورية الجنوبية تدريبات مشتركة ومناورات بالذخيرة الحية مع القوات الأمريكية هي الأكبر على الإطلاق في يونيو حسب بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية. تأتي التدريبات في ظل تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية التي ما زالت تطلق صاروخ باليستي بعيد المدى إضافة لصواريخ أخرى. وفي الأسابيع الماضية كثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي، وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع. وقبل أيام أجرى الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأمريكي تدريبات عسكرية مشتركة على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود الكورية الشمالية. الخبر الأخير في هذه النشرة: في تقرير نشرته حذرت الأمم المتحدة من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية نتيجة الاستهلاك المفروط للمياه والتغير المناخي اللذين جعلا نقص المياه مستوطنا في جميع أنحاء العالم. وقال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في تقرير مشترك صدر في نيويورك قبل ساعات من افتتاح مؤتمر نادر حول هذه القضية الشائكة إن نحو 2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة، في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحي موثوق بها. وفي مقدمة التقرير وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش تحذيرا من أن العالم يسير بشكل أعمى في طريق خطر. كما حذر غوتريش من أن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوث تؤدي مجتمعة إلى استنزاف شريان حياة البشرية المتمثل بالمياه. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتريا على المستوى يبحث مع وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية. دعوة لمكافحة العادات الضارة بالمرأة.
رئيس الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب يعقد سيمينارا في السويد. خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي. معتل 13 شخصا على الأقل في زلزال أفغانستان وباكستان. وتدريبات كوريا الجنوبية أمريكية هي الأكبر على الإطلاق. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.